دايما بعد العلا مم. بنقول احنا خدنا experience مش مشكلة، بس بتبقى في الاخر حاجات كتير منها جدا بتسيب اثر حلو. مم. بس انا مش هتكلم دلوقتي من منظور الحاجات اللي بتسيب اثر فينا احنا. انا هتكلم على ان اوقات كتير ممكن الانسان وهو مش واخد باله ويلاقي نفسه ان هو بيحاول يدخل في علاقة جديدة، بس يلاقي ان هو لسه ما عملش موفينج اون بجد، ما نسيش وما تخطاش العلاقة اللي فاتت. مم. فايه بقى الحاجة اللي تقول للشخص ده فعلا فعلا قدر يتخطى وجاهز يدخل في علاقة جديدة، ولا لا مش ده الوقت؟ طيب خليني اقول لك، يعني انا من وجهة نظري انا كاسماء بشوف ان يعني الموفينج اون ازاي، هي الفكره ان انت دايما جوه الحاجه غير بره. مم. وانت جوه الحاجه دايما بتتكلم عن الحاجه بوجع بألم، بتحكي عن الشخص بتشوفه من منظور اللي هو واحد، اللي هو منظورك ان هو اذاك بشكل ما. آم، اكتشف بقى ازاي ان اللي قدامي ده خرج من العلاقه دي، او خلاص عمل موفينج اون، ان هو بيتكلم بشكل موضوعي ان حصل واحد اتنين تلاتة مثلا في مم. العلاقه دي. وممكن يكون بيتكلم ان مثلا انا اتاذيت من الشخص ده بشكل موضوعي، مش اللي هو مش بيتكلم بقى بمشاعر يعني اللي هو بحرقه كانه لسه خارج. مم. يعني لسه خارج من العلاقه تحديدا دلوقتي. وبتختلف من شخص للتاني، يعني في ناس بتقدر ان هي تعدي بسرعة، وفي ناس بتاخد وقت. انت قولي بقى، يعني مم. دايما بيقولوا ان الرجالة بتعرف تخرج اسرع من الستات، يعني الستات بتاخد وقت الراجل بيعمل طويل. موفينج اون اسرع. اسرع بالظبط. طيب بصي، انا اه بشوف في الحتة دي بالذات ان اه الموضوع نسبي جدا، مم. ومش معتمد خالص على هو راجل ولا ست. لان انا شفت فعلا في بنات بتعرف تموف اون بسرعة جدا. وخاصة في حاجة برضو، خلينا واقعيين، مم. هو لو بنت خارجة من علاقة، قدر الناس اللي هتقدم لها تعاطف قد ايه مقارنة بقدر الناس اللي هتقدم تعاطف للراجل؟ مم. الراجل كده كده هو متهم حتى تثبت يعني براءته. حلو. تمام. لكن البنات اوقات كتير جدا بيبقى في نوع من انواع الدعم، سواء حتى على فكرة من بنات زيها مم. او من ولاد. ليه بقى؟ لان في حد بيبقى شايف يا باشا دي فرصة، يعني في فعلا ولاد بيفكروا بالمنظور ده، مم. وبالتالي هيدخل هيحاول يقرب بقى ويظهر في الصورة ومش عارف ايه وكده، مقارنة مثلا بالولاد. اوقات كتير جدا جدا الراجل كل اللي هو بيعمله انه بيروح الجيم. مم. يعني انا بقيت حاسس كده خلاص، بصي الخلطة السحرية اغلب الرجالة بتعملها ان هو بيروح الجيم. ده لو هو راجل يعني عنده الموضوع صحي شوية. بس في ناس تانية طبعا بقى الموضوع بيروح في حتة اكستريم، يعني في حد مثلا بينط من العلاقة على علاقة تانية مم. عشان تحسسه بنوع من انواع الثقة في نفسه وتثبته على الارض، بياخد شوية حاجات من الموضوع. بس في المقابل لا، هو هنا بيخرب الدنيا خالص. ده نوع. في ناس تانية بقى بتروح في سلوكيات غلط، يعني السلوكيات الإدمانية أصلا مم. هي الهدف الرئيسي منها إيه؟ هو تسكين الألم. ففي ناس بقى بتدخل بقى في سلوكيات إدمانية وقصص كبيرة جدا. فلو هنتكلم في حتة الموضوع بيمشي إزاي، انا اغلب اللي انا شفته ان الرجاله بتنكر، ودي بقى نقطه ما بتبانش كتير. مم. الراجل بيقعد يعمل ايه؟ بيقاوح، بيقول ان هو خلاص كمل ومش محتاج الاخر وان هو حياته زي الفل وبقت احسن من الاول ومش عارف ايه. مم. بس لما بشوف حاله الشخص ده من قريب بالذات، بلاقي ان الشخص ده اصلا في وضع سيء جدا. بيبان بقى في ايه؟ في انفعاليه، في غضب. الحاجات دي ما بتبقاش بنفس الريتم الطبيعي بتاعه. فببقى عارف هنا ان هو عنده مشاعر هو مش واعي بيها ومش عايز يعترف بيها، فبتطلع في مواقف صغيرة جدا تلاقيه انفجر. يعني نجاح الموجي كان بيقول تفضل تكتم في نفسك تكتم في نفسك لحد ما هتعيط عشان مش عارف حد ينزل لك الشاي من غير سكر، حاجة كده يعني. اوكي. آه، ف هي يعني ممكن نقول الخلاصة الموضوع فردي تماما. بس الإشاعة أو الأسطورة بتقول مم. إن الراجل بيموف اون أسرع. طيب خليني اقولك بقى من وجهة نظر، يعني اللي انا بشوفه مم. والمجتمع، ان لا طبعا دايما لا الرجالة هي اللي بيبقى بالنسبة لهم اسرع، الدخول في العلاقات بيبقى اسرع. لو انت بصيت مثلا دلوقتي وشفت نسبة كام في المية مثلا ست مثلا مطلقة ومعاها اولاد ان هي تتجوز، في مقابل ان راجل منفصل لا بيبقى اسرع في ان هو يرتبط وعادي. المجتمع بيبقى شايف ان هو عادي، ما ينفعش راجل يعيش لوحده، لازم يتجوز على طول. انما بس الست. مثال الطلاق ده خلي بالك، بس هو امم مثال
انا شايفه ايه، ليه عوامل تانية. خلينا نتكلم تمام. دلوقتي في مرحلة ان شخصين لسه مش متجوزين كانوا بيحاولوا يدخلوا يبقوا في علاقة، او بقوا في اوكي. علاقة بالفعل، بس الموضوع ما كملش فانفصلوا، فكل واحد بيعمل موفينج اون. فممكن تكملي من السياق ده احسن يعني. تمام، اوكي، فهمتك. يعني انت شايف ان المجتمع بيتعاطف اكتر مع مع البنت، وبتقابل كمان ان يبقى في ولاد عادي ان هو بيتقبلوا ان هي لا بيتعاطفوا معاها كمان اكتر، اسرع واكتر من الراجل. لا انا بالظبط كده. انا شايفه بالعكس، انه العكس. انت دلوقتي لو راجل قابل بنت مثلا وعرف ان هي مثلا اتخطبت او ارتبطت 3 او 4 مرات او 5 مرات، لا طبعا بالنسبه له هيبقى ده حاجه غريبه جدا، ومش هيبقى حاجه متقبلها يعني. في مقابل ان عادي المجتمع بيتقبل ان الراجل يرتبط اكتر من مره، وبيبقوا شايف ان هو بالنسبه له لا عادي مفيش مشكله يعني. بص، هي حتة الخطوبة دي انا بشوف امم. برضو دلوقتي بقى قليل قوي 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 اللي يتجوز اصلا من اول خطوبة. يعني اه. تقريبا ما فيش حد اعرفه، يعني ممكن نقول في حد اعرفه بس اتنين تلاتة مثلا من اصل 15 20 شخص، كلهم محدش فيهم ارتبط من اول خطوبة. فهنا الموضوع بقيت حاسس ان هو عادي للكل، مش بس في نقطة يعني انا بحس برضه هو مثير للتساؤل، سواء الراجل بقى او ست. امم. ان انت لو عرفتي مثلا ان في حد داخل في حياتك بس الشخص ده كان في 5 قبلك، انا لو نفس القصة برضه لو بنت احس برضه ان لا، دي نقطة محتاج الواحد يقف عندها. ليه امم. بقى؟ لان هنا ده احنا كنا اتكلمنا عن حتة الجرين فلاج والريد فلاج، اه. ده بقى اللي بيتقال عليه يلو فلاج، اللي هو في الاخر انا محتاج احط خط تحتيه واتقصى اكتر، اشوف الحقائق ايه اكتر، علشان هنا الموضوع مش الموضوع هنا ممكن يبقى فعلا فعلا ريد فلاج، امم. او يتحول في الاخر لا والله ان هي حاجة فعلا خارجة عن ظروف الشخص. ف اوكي، فهمتك. طب مم. تفتكر دايما يعني انا وصحابي بنسأل سؤال، هو الراجل بيقارن علاقة، يعني بيقارن بين بنت والتانية. انا مريت مثلا دخلت في علاقة وبعدين خرجت منها ودخلت في التانية وفي التالتة. هل الراجل بيقارن بقى ويقعد يفكر البنت اللي كانت قبل كده كان فيها واحد اتنين تلاتة اللي انا معاها دي فيها ايه وهكذا؟ هل يعني بيبقى فيه حتة المقارنة دي ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة ده حاجة مرعبة جدا. أنا متهم بالحتة دي. ماشي. هي حتة المقارنة بحس إن هي طبيعة شخصية، مم. هي للأسف عندي. ومش الهدف منها في المقارنة إن أنا أقول فلان أحسن من فلان، مم. بس هي فكرة في الآخر أنا عايز أحكم على موقف جديد تماما، فمحتاج إن أنا أعرف هو أوحش ولا أحسن مقارنة بشيء ما. مم. في حاجة هنا نسبية، فهنا فكرة المقارنة بتدخل في الموضوع. أوكي، محدش هياخد كل حاجة في الحياة، مم. بس في الآخر اللي أنا باخده بقى ككل أحسن ولا أوحش، وأحسن ولا فهمتك. أوحش دي فكرة المقارنة. مم. بس في نقطة يعني أنا حاسس إن هي محتاجين برضو ننوه ليها، في جزء صحي في الموضوع وفي جزء اكستريم جدا. اوكي. الصحي في المقارنة إن أنا أبقى بس عارف أنا فين من الدنيا، عارف راسي من رجليا. بس لو المقارنة اتحولت لحالة سخط وحالة إن أنا مش راضي غير بحاجات مثالية وبدور دايما على حاجات مش موجودة، لا دي نقطة بقى الشخص محتاج يدور على جذورها، لأن دي غالبا هتدخل في حتة علاج نفسي وحاجات كتير جدا مم. أكبر من فكرة المقارنة البسيطة عشان أخد اختيار. وآخر حاجة هنا إن أنا أقارن بحد جديد لسه معرفوش، غير لما أقارن بحد أنا المفروض عارفه. فأنا مم. مش هفضل طول حياتي أقارن الشخص بناس تانية. أنت بتقارن في الأول عشان تختار، طب اخترت، لا هنا بقى مرحلة المقارنة لازم تقف عشان نعرف نتحرك في حياتنا. لو مم. فضلت طول حياتي واقف في نفس مرحلة الاختيار وقاعد بقارن، طب ما كده خلاص ما بنتحركش لقدام. ايوه، هفضل طول الوقت انا بدخل في حاجه وبخرج في حاجه وبقعد اقارن بين حد والتاني. انا بشوف يعني انا بالنسبه لي ما بيبقاش يعني بشوف انه ظالم جدا ان انا اتعامل مع حد واقارنه بحد تاني. لا، انا بحس انه كل حد هو مختلف عن التاني. مم. انا بقارن، انا بشوف هل انا بالنسبه لي كاسماء العلاقه اللي انا دخلت فيها دي، هل انا افضل، هل انا احسن، هل انا مرتاحه مع الشخص ده، هل العلاقه اللي انا فيها دي حاسه ان انا بتحرك في مساحه و... وعندي المساحه بتاعتي الخاصه بيا، انا احسن وافضل ولا لا. فهو ده اللي بالنسبه لي بيبقى فارق. انا بقارن دايما، بشوف نفسي حلو. وبشوف ان احنا دايما بدور على المناسب لينا.
فانا بالنسبه لي لا، انا اما ببقى في علاقه ما مش بقارن قد ما بشوف هل الانسان اللي معايا ده، هل انا معاه احسن، مم. افضل، هل هو بيديني المساحه بتاعتي. بحس انه لا، يعني ظالم جدا فكره ان انا اقارن شخص بالتاني بالتالت. لا يعني مش بعمل كده، مش والله بقارن. هو انا بتعامل مع كل حاله كأن هي ايه، يعني مع كل شخص ان هو حاله فريده من نوعها يعني. بص، هو اللي انت بتقوليه هو الاصح بصراحه. اه. ممكن فعلا الموضوع يبقى فيه ظلم، لو تاني انا بشوف لو هو راح في حته اكستريم يبقى فيه ظلم. ايوه عندك بس حق. الافضل بشكل عام ان فعلا الواحد يحط كل موقف بموقفه. بعدين انت قلت نقطه بالظبط. حلوه جدا برضو، حته ان الواحد يقارن نفسه بنفسه. امم. ودي بصراحه انا شايف ان هي يعني احسن حاجه اتقالت لغايه دلوقتي في الحته دي. امم. ف يعني انا كمحمد عن نفسي لا يعني حاسس ان هي جمله محتاج اقف عندها شويه وافكر فيها اكتر يعني. طيب هسألك بقى سؤال في ماشي. حتة الموفينج اون برضو، بما ان اه. هو الموضوع اللي بنتكلم فيه دلوقتي. اه. انا بشوف ان اغلب المواقف بيتشاف دايما ان لو العلاقة انتهت قبل ما يتسمع من اي طرف مم. ان الراجل ده هو الظالم يا باشا وهو الجاني وهو ده المجرم. كده كده. كده كده صح. ده كده كده. ف يعني مثلا حتى يعني احنا لسه كنا عارفين خبر انفصال مثلا ريمو وبربري وبتاع، والقصة اه. كانت للأسف يعني حزين، ربنا يوفق كل حد فيهم يعني. بس هما الناس احترموا بعض وما طلعوش قالوا اسباب الانفصال ايه، ودي حاجه محترمه جدا. مم. فليه بقى الناس فضلت برضو تنخرب، وبعدين الراجل اتحط في موقع ان هو بقى مظلوم، او ان هو بقى متهم ومضطر بقى ان هو يطلع يبرر، وفي واحده مش عارف دخلت وقعدت تفت قصص كده يعني فعلا يعني. انا شايف ان هي قصص يعني مش كويسه خالص، يعني مم. فيها يعني بجد فيها تعدي على مساحه الاخر بشكل كبير. تمام. فالسؤال هنا اللي فعلا يعني ليه بقينا برضو شايفين دايما قبل ما نعرف حيثيات الامور ايه، وخاصة ان اغلب العلاقات بتبقى يعني فعلا بتبقى اسرار اكتر من اي حاجة تانية. مم. فليه دايما بنبقى شايفين ان الراجل هو الطرف قبل ما الاظلم نعرف يعني، او الحقيقة. بيظلم؟ لا، هي دي بتبقى يعني ده اللي انت بتقوله ده، لا ده هو ده. ده ظالم جدا. بس هي الفكرة، لو انا مثلا هكلمك من وجهة نظر معظم الستات اللي حواليا او البنات اللي انا شفتها ومنفصلين، لا يعني انا دايما بشوف ان الست دايما هي اللي بتشيل. امم. بمعنى يعني معظم النماذج اللي انا شفتها قدامي، ست مثلا هي بتبقى شايله مثلا بناتها، هي مثلا اللي عندها بنتين واللي عندها 3، امم. هي اللي بتبقى شايله. الراجل بيقدر ان هو يتخطى، بيتجوز، وبعرف منهم هو امم. اتجوز ودخل في علاقة وعاش حياته. عشان كده الست هي لا، بتبقى دايما واقفة عند ستيب ان هي خلاص هي محتاجة ان هي تبقى مسؤولة عن اولادها، عايشة كل الحياة ليهم. فعشان كده دايما بنبقى شايفين ان الراجل هو اللي بيقدر يعيش ويتعايش. فعشان كده بنشوف ان الراجل هو دائما وابدا هو الطرف الظالم يعني. بس يعني في نقطة هنا، هو هنا يعني مش معنى ان الست هتبقى هي اللي شايلة مسؤولية الاولاد مم. يبقى هي ما كانتش سبب في ان العلاقة تتهد. ده مش بيساوي ده. لا طبعا، هو ان العلاقة اصلا تبوظ هو ده بيبقى من الطرفين، راجل وست بالظبط. الاتنين. بس دائما وابدا عشان يعني الستات بتحكي بمشاعرها، فبيبقى فيه شكل من اشكال التعاطف معاها. امم. تمام. وخلينا نقول برضو ان النماذج الى حد ما اللي متصدرة لمعظم البنات او لينا، هي امم. نماذج اللي مش احسن حاجة ومش افضل حاجة. فعشان امم. كده دايما احنا بنطلق احكام في المطلق انه دائما وابدا الراجل هو الاظلم، يعني انت الظالم قصدك قصدي. هنا نموذج الراجل اللي متصدر للست. اه. اللي اوكي. بشكل عام اللي في المطلق الراجل هو دائما وابدا هو امم. الراجل الخاين، هو الراجل يعني عنيف. حاجات هي دي في الوقت بتاعنا، هي دي الحاجات اللي متصدرة لينا كبنات. يعني ده اللي احنا في قعدتنا. امم. اوكي، دائما وابدا الصورة اللي بتطلع هي الصورة السيئة، ودي مش احسن حاجة. امم. اوكي، يعني خليني برضو ابقى بتكلم بشكل يعني موضوعي، ان مفيش الى حد ما بنات بتطلع تتكلم الله ده الراجل اللي انا متجوزاه ده راجل جميل جدا على وراجل فكرة بقى مثالي لا في وراجل نموذجي. ده نادرة، في ده بس ما نادرة من بياخدش ده، ما النوادر. بياخدش شهرته او بيتشاف اه. الموضوع ايه حالة فردية. يعني ايوه، الناس حالة بتاخد فردية. النموذج السيء للراجل بالظبط. تعممه
والنماذج لا الناجحه بس خليني كويسه اقولك على حاجه، عشان تخليها في هي لا هو مش نموذج السيء هي نماذج سيئه كتير. اوكي ما عنديش مشكله اه يعني طبيعي احنا 120 مليون في مصر مثلا، تمام نصهم قولي رجاله، فطبيعي في 60 مليون اكيد فيهم نماذج كتير وسيئه وفي نماذج كتير بالظبط. كويسه، اه يعني منطقي. بس انا بلاحظ برضو دايما ان الاغلب هو ان الوحش بينتشر اكتر. يمكن ده بسبب طبيعه السوشيال ميديا برضو. مم. السوشيال ميديا بتحب الفرقعه، فكل ما ده الحاجه حقيقي. الاكستريم تنتشر اكتر. وعادة في الجروبات بتاعت الستات دي دايما. قصه تانية، دي اه قصه كبيره دي، لا احنا نروح اللي هي لها. تكتب وكله بقى يدخل يتعاطف، وده كذا لا وده ما كذا وده كذا. انا الحاجات دي. وبعدين بصراحة ده حاجة مرعبة جدا. يعني أنا بالنسبة مم. لي أنا كأسماء لا بشوف نماذج مرعبة، وده يمكن دائما وأبدا نماذج مرعبه للرجاله، يعني الستات اه بتقول لهم عملوا كذا وكذا وكذا. بالظبط. اه ما هو نفس الفكرة. أنا دلوقتي لو جبت الجورنال بتاع الحوادث، امم هحس إن تاني يوم البلد كلها مش أمان. فأنا لما أجي أدخل على جروبات هي الهدف منها أصلا إثارة الجدل، وبتتكلم عن المشاكل والظلم و فطبيعي إن أنا هحس إن كل الرجالة وحشين. بس أنا خلينا أصلا نكون صادقين بس مع بس في نفسنا، مش نقطة هنا نسبة معلش. كبيرة يعني حلو، بس في حاجة الكويسة. أنا عايز أقولها. الكويسين قلة يعني لا من ثانية ثانية الرجالة. واحدة، ثانية واحدة، ثانية. لا حاجة لا حاجة لا حاجة لا حاجة ثانية واحدة. اوكي أول ماشي. نقطة إحنا بنقول هنا إيه؟ آه خلينا الأول نقول أنا شايف الجروبات دي الضرر بتاعها امم اكتر بكتير جدا من فايدتها. ليه اه بقى؟ طبعا. لان هي تصدير للطاقه السلبيه اغلب الوقت، وتصدير الطاقه السلبيه دي بتزود كتير جدا في تحويل الموضوع او اغلب المشاكل من مشاكل فرديه، لان هي حاجات كبيره ومجتمعيه. امم لا في حاجات كتير فرديه. فيعني واحده مرتبطه بواحد وعمل مشكله ايا يكن، يعني مش بقول هنا مش ببرر له، بس هنا دي مشكله الشخص ده. امم لكن اللي بيحصل ان الموضوع لا، في بنات كتير ممكن تبقى حتى مش في علاقة، وتلاقيها تكوينها عن العلاقات ورؤيتها عن الحياة بتتكون من الجروبات دي. ايوه ده حقيقي، عندك فده حق فعلا. بيشوه المنظور. انا متفقة معاك في حاجة زي كده. فالنقطة دي بالنسبة لي لا جذرية. حتة ان الكويس قليل، كويس قليل بس ده في الحياة عموما. امم يعني اوكي الرجالة كويسة قليلة تمام، الستات كويسة قليلة هنا جملة هتنطبق على كل شيء. لا الستات الكويسين كتير يا سلام. الرجالة الكويسين قليلين. يعني انا مش متفق طبعا مع الجملة دي بدليل تماما. يعني انا لو انا بتكلم من وجهة نظري انا، يعني في المحيط بتاعي امم سواء على مستوى شغلي سواء في صحابي، اولا البنات المتجوزين عددهم قليل قوي. اوكي. المنفصلين كتير، المنفصلين اللي بيتكلموا على نماذج سيئة من الرجالة كتير. النماذج المتجوزين اللي هم بيتكلموا بقى على ان رجالتهم كويسين وكده، ده حالات فردية يعني اللي هو واحد بصي اتنين يعني احنا هنا وبنبقى ممكن، طايرين بيهم قوي يعني. بص اول رد ومنطقي جدا، ما ماشي. ممكن اللي انت تعرفيهم اصلا هم اللي عندهم مشكله، انت هنا سمعتي من طرف واحد. آه، ماشي. تاني تمام. نقطه، انا طبعا هنا مش بقول كده بجد، بس امم انا بتكلم في فكره ان اوكي احنا لينا مشاهدات، بس المشاهدات مش شرط ان تكون فعلا فعلا حقيقيه او تبني صوره حقيقيه للواقع. انا لو اعرف خمسه ده مش ممثل ل 60 مليون راجل. بس انا بنقل لك الصورة اللي انا اوكي ما شايفاها عنديش في اي مشكله، محيطي. يعني انا بحترم فعلا الصوره اللي انت شايفاها، بس انا بتكلم هنا ان انا شايف ان الصوره دي لا هي فيها هنا مشكله. لان اوقات كتير جدا الناس لما بتيجي تحكي لاصحابها بيقصوا اوقات كتير الحاجات الغلط اللي هم كانوا فيها. لا اوقات اصلا شخص ما بيبقاش شايف هو غلطان في ايه. امم في ناس لما تبقى في موقف بتحكي بس الغلط اللي قدامها عمله، ما بيجيبوش سيره اي حاجه عملوها، ودي بالنسبه لي بتبقى كارثه. فلما احنا نسمع من اصحابنا امم دايما المفروض يبقى عندنا كده دماغ او عندنا فكرة ان ربما اللي هو بيقوله ده حقيقة مقتطعة. بس فده اوكي. بالنسبة لي في الحتة دي بصراحة انا هنا تاني انا شايف ان في ناس كويسة موجودة، احنا ممكن محتاجين ندور عليهم اكتر. محتاجين نشتغل على نفسنا ان احنا نبقى من الناس الكويسة دايما. لان تاني انا مش مع فكرة ان احنا نقعد ننظر ونقول الناس حوالينا كلهم وحشين، واحنا نطلع احنا اصلا ماذا لو انا فعلا فعلا الشخص التوكسيك. امم طب بمناسبة السؤال ده، ماشي. ماذا لو اكتشفتي كده ان انت فعلا الشخص التوكسيك؟ ايه ده؟ إيه السؤال ده؟ ايه السؤال ده؟ طيب هقولك على حاجة يعني صادقة جدا. هو كل حد فيه نسبة ما من التوكسيك. اكيد احنا عايشين في مجتمع صعب جدا، فاكيد فينا نسبة ما. اعمل ايه؟ انا اكيد بشتغل على نفسي ان انا اكون احسن، ببقى عارفة ايه المشاكل اللي عندي او ايه المشكلة اللي عندي.
فبشتغل عليها وبعالجها. وبسأل دايما الناس اللي حواليا اللي هو في المحيط بتاعي، وبعترف لو انا امم. عملت حاجة غلط، بعتذر. حلو. كون شخص اصلا بيبقى شايف ان هو عمل حاجة غلط وبيعتذر، فدي حاجة كويسة. نقطة تحترم فعلا. آه، بس يعني دي اكيد كلنا كنا شخص توكسيك في حاجة ما او في علاقة ما، اكيد. حلو. انا بقى بالنسبة لي الاعتراف ده مم. حلو ليه؟ علشان دايما كل قصة هي لها طرفين، واوقات كتير جدا جدا زي ما اللي قدامي غلط في حقي، فانا عملت حاجات غلط غالبا في حقه وممكن في حق نفسي كمان. عندك فدي من حق. النقط بما ان برضو احنا بنتكلم لسه في موضوع الموفينج اون، مم. للانسان بعد ما يعمل موفينج اون بفتره كويسه وقادر بقى قادر يبص للعلاقه بمنظور موضوعي، مم. محتاج يقف عند السؤال ده يسأل نفسه هل فعلا الاخر بس هو اللي غلط؟ طب انا غلطت في ايه؟ ازاي ابقى احسن؟ وده بقى بالنسبه لي هو المحور فعلا للشغل على الذات. احنا ممكن نقعد نقرا في كتب ونتكلم ونشوف مليون بودكاست، مم. بس اللي مش هيمسك ورقة وقلم ويكتب عيوبه ايه ومحتاج يشتغل على ايه ويبقى صريح مع نفسه، يعني فعل الصراحة لوحده فعل محرر جدا. فان الواحد يبقى صريح مع نفسه ويقول اوكي انا غلطت في كذا، انا عندي نقطة الضعف الفلانية، لا يعني هتفرق كتير جدا لما يعمل ده في حياته طبعا. انا متفقه معاك في نقطه زي دي فعلا. فكره ان احنا فعلا نعترف ان احنا عندنا مشكله ما، وان كل علاقه لما بنخرج منها محتاجين ان احنا فعلا نفصصها كده، هو احنا ايه كنا عاملين ازاي، الشخص ده عمل معانا كده ليه، واحيانا الشخص ده بيأذينا لان احنا سمحنا له اصلا ان هو برافو يأذينا، عليك. ان احنا ما مم. قدرناش، ان احنا ما كناش فاهمين اصلا ايه معنى الحدود بتاعتنا، حدوده ايه، المفروض ان انا اعمل ايه. بالعكس، هي في علاقات بتعلمنا، يعني في صح. علاقات بتعلمنا اكتر وبتعرفنا عن نفسنا اكتر. كل ما عرفنا نفسنا اكتر، كل ما فكرة ان احنا نقابل علاقة ما كويسة، او الى حد ما انا ما هبقى فاهم نفسي، هعرف انا محتاج ايه وعايز ايه. يمكن فعلا كان في وقت ما كان في مثلا مشكلة عندي ومحتاج ان انا اشتغل عليها واعالجها يعني. بالظبط. طيب احنا دلوقتي في حتة الموفينج اون، يمكن من اخر الحاجات اللي انا شايف برضو ان احنا ممكن نختم بيها في الفقرة ديت، مم. لو في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة تنصحي بيها أي حد هو حاسس إن هو لسه محشور في الماضي ومش عارف يطلع منه خالص. لو هو لسه هو يعني لسه في التجربة مش عارف يخرج منها، او لسه مسيطرة عليه او كده، هو اولا محتاج ان هو يستعين بحد، ان هو سواء بقى حد ثيرابي او كده، ان هو يروح ياخد معاه ستيب، ان هو ليه لحد دلوقتي مش قادر ان هو يخرج من العلاقة دي بشكل سليم يعني. اكيد محتاج يستعين بحد، وحسب هو برضو هي بتختلف من حد للتاني. هو امم. ايه مساحة الوقت، اصل في ناس اصلا مش بتعرف تخرج بسهولة يعني. وما دام ما خرجش، يبقى هو لسه محتاج يسأل نفسه سؤال، هو انا العلاقة دي محتاجة تعلمني ايه، او انا في امم. حاجة معينة محتاج ان انا اتعلمها، او حلوة في الحتة دي. في حاجة لسه ما اشتغلتش عليها محتاجة ان انا اشتغل عليها. يعني أنا لو هضيف حاجة واحدة بس اللي أنت قلتيه، امم. هتبقى ما تقاومش ألمك، ما تقاومش مشاعرك. المشاعر لما الواحد بيقبلها ساعتها بتبتدي حدتها تقل، لكن لما حلو الواحد قوي ده. يقعد يتخانق معاها امم. ده بيخلي المشاعر تفضل موجودة أكتر. بالعكس، هي بتطلع كمان في صور يمكن احنا ما نبقاش راضيين عنها. امم. آه، فادي نفسك مساحة، حس مشاعرك. امم. والموضوع فعلا كل واحد بيختلف من واحد للتاني في الوقت، فادي نفسك كمان وقتك بس. ونتمنى ان الناس تبقى في علاقات كويسة ما تحتاجش انا تموف اون منها. حلو قوي اللي انت قلته ده. انت فكرتني بحاجه فعلا، انا كنت مم. في تجربه ما، وكان لسه كان في كلام جوايا ما قلتوش. مم. فكان مهم بالنسبه لي ان انا اقول الكلام ده عشان اقدر اخرج، يعني خلاص اقفل الصفحه دي وما. فلو في يعني لو في يمكن احيانا احنا بنحتاج ان احنا في كلام نقوله ما قلناهوش يعني، فلو نقدر نعمل ده نعمله يعني. حلو قوي.